يمكن تكوني فتحتي البودكاست ده بالصدفة. يمكن كنتي بتقلبي بين الفيديوهات وظهر لك العنوان ده وقلتي في بالك هو إيه ده؟ وليه لازم أسمع بودكاست أصلاً؟ بس يمكن في لحظة معينة جواكي كان في حاجة محتاجة الكلام ده، لأن البودكاست مش مجرد صوت، هو مساحة أمان، مكان بسيط بعيد عن الزحمة والضوضاء، بعيد عن اللي بيحكم واللي بينتقد واللي مش بيسمعك أصلاً. البودكاست هو اللحظة اللي تسمعي فيها كلام حقيقي، من غير ما حد يقطعك، من غير ما حد يقولك المفروض تعملي إيه. هو زي الصديق اللي بيقعد معاكي بهدوء، يسمعك، يحس بيكي، ويفكرك إنك مش لوحدك في الدنيا دي. عارفة، إحنا بنجري كل يوم، ووسط الجري ده بننسى نفسنا، بننسى إننا محتاجين كلمة طيبة، محتاجين نرتاح لحظة، محتاجين صوت يهدينا بدل ما كل حاجة حوالينا بتعلي الضغط. البودكاست مش بس كلام، ده حالة سلام صغيرة تسرق منك التعب وتديكي طاقة جديدة. كلمة ممكن تلم جواكي حاجات متبعترة، ضحكة بسيطة تنسيكي وجعك، وجملة تخليكي تبصي للحياة بنظرة تانية. ليه لازم تسمعي بودكاست؟ لأنك محتاجة صوت يشجعك من غير ما يحكم، صوت يقولك مفيش حاجة غلط في إنك تتعبي، مفيش حاجة غلط في إنك تبكي، ولا حتى في إنك توقفي شوية وتتنفسي. يمكن تكوني ست قوية بتشيلي هم الدنيا، بس حتى القوي محتاج يسمع كلام حلو، محتاج صوت يطبطب ويقول خدي بالك من نفسك، محتاج يذكرك إنك مش لازم تكوني مثالية، إنك مش لازم تضحكي طول الوقت علشان الناس ترتاح، إنك ينفع تتألمي وينفع تغلطي وينفع تريحي بالك. البودكاست موجود علشان يذكرك إنك إنسان، مش روبوت لازم ينجز كل حاجة صح. في مساحة للخطأ، وفي مساحة إنك تتعلمي وتكملي من تاني. اسمعي بودكاست علشان أوقات كتير اللي بنسمعه بيغيرنا، بيخلينا نفكر من زاوية تانية، بيهدي الصوت اللي جوانا لما يعلى بالهم، وبيفكرنا إن في دايما طريق راجع، حتى بعد التعب، بعد الفقد، بعد الزهق، بعد كل مرة قلت فيها أنا خلاص. البودكاست ممكن يكون زي النور الصغير اللي بيظهر فجأة في آخر نفق طويل، مش هيغير حياتك كلها في لحظة، بس هيقولك إن لسه في ضوء، ولسه في أمل، ولسه في حاجة تستاهل إنك تكملي علشانها. يمكن تسمعي حلقة وتضحكي، يمكن تبكي، يمكن بس ترتاحي لأن في حد نطق اللي جواكي. وفي كل مرة بتسمعي فيها صوت جديد بتكتشفي حاجة جديدة جواكي انتي. ليه لازم تسمعي بودكاست؟ علشان البودكاست هو المساحة اللي بتقولي فيها لنفسك أنا هستمع مش ههرب. علشان تسمعي عن الحب، وعن التوازن، عن التغيير، عن الناس اللي عدوا بنفس اللي انت فيه وقدروا يكملوا. علشان كل حلقة هتكون مراية صغيرة توريكي نفسك بشكل أوضح. البودكاست مش ترفيه، هو استراحة روح، استراحة من كل صوت بيحاول يقولك ازاي تكوني، واستماع لصوت واحد، صوت هادي بيقولك انت تمام زي ما انت. يمكن الحياة مش سهلة، بس دايما في مكان بسيط كده تقدري ترجعي له، تسمعي فيه صوت يلمك، يفكرك إنك مش لوحدك، ويقولك دايما في كل مرة بتسمعي فيها بودكاست أنت بتختاري نفسك،